السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي كلام ما تنساش انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. طب يا صديقي، معانا شرح النهارده افجر نسخة واتساب في المجال حرفيا، بمناسبة وصولنا ل5000 مشترك وبمناسبة رأس السنة. كل اللي عليك انك تكون مركز معايا في الشرح من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتسمع الفيديو للنهاية، علشان انا هكون سايب لك مفاجأة في اخر الفيديو. تمام؟ مبدئيا كده لو دخلنا على النسخة، عندك هنا طبعا المجموعات، دردشات، التحديثات، المكالمات، المجتمعات. هتبدأ بقى ان انت مثلا لو ضغطت على التلات نقط دولت، عندك هنا الخصوصية والتحديث والإضافات ودولة الرسايل. عندك هنا طبعا وضع الطيران، وعندك هنا الوضع الليلي ووضع الشبح، وعندك هنا ميزة الحساب. عندك هنا طبعا لو دخلت على الشات، طبعا عندك هنا شكل الشات اقسم بالله حاجة جمدان. عندك بقى لو ضغطت على الإعدادات دي، عندك هنا طبعا الخصوصية وانشر ستوري وخلفيات متحركة. طبعا دي مثلا عندك اول خلفية اهي، وعندك دي طبعا تاني خلفية، وعندك دي طبعا تالت خلفية، وعندك دي اللي هي الصورة الرئيسية. طبعا لو انت عايز تحط خلفية فيديو هتضغط على اللي هي دي وتضيف خلفية فيديو عادي. عندك هنا طبعا إخفاء الوسائط، وعندك هنا طبعا اصلع لينك شات، وعندك هنا تذكر رسائل، وعندك هنا حط شعار الرسائل المجمع. طبعا لو انت ضغطت على التلات نقط دولت، عندك هنا طبعا رابط تواصل، وعندك هنا طبعا بتغير صوتك. يعني نسخة اقسم بالله جمدان. ولو خرجت كده وضغطت على التلات نقط دولت وضغطت على الاضافات، عندك بقى بتفتح بالشكل الجامد اللي انت شايفه دهوت. عندك كده طبعا لو ضغطت على دي كده هيظهر لك القنوات بتاعتي. تمام. وعندك كده طبعا اول حاجه الخصوصيه اللي هي اخفاء اخر ظهور والاعدادات العاديه دي. عندك بقى اللي هنا السمات، يعني اقسم بالله سمات طرش. عندك كده طبعا ضيف لك سمات للشباب وللبنات، حاجه اقسم بالله طرش يعني. تمام. احنا لو رجعنا كده ضغطت بقى على المميزات، عندك هنا بقى من قسم المميزات عندك هنا تنظيف المحادثة، وعندك هنا طبعا عكس رسائل، وعندك هنا تسجيل ريكورد أثناء المكالمة، وعندك هنا تفكيك عدد الاتصال، زيادة سرعة الشحن، رسالة سريعة، رسالة نص من غير مرغوب فيه، رابط المتشابه به، وقراءة المزيد. وعندك هنا طبعا الرد على الحالة. طبعا الرد على الحالة دي اللي لو انت عايز تختاره اللي انت عايزه. تمام. اللي هو انت مثلا بتختار قلب اخضر او قلب احمر. طبعا هو في الواتساب العادي بيقولك اللي هو القلب الاخضر ده انت مجبر عليه، انما انت هنا تقدر تغيره طبعا لأي حاجة انت عايزها. طبعا لو رجعت كده، طبعا عندك هنا قسم تفكيك الريكورد، وعندك هنا طبعا المؤثرات، وعندك هنا لو رجعت كده خطوة لورا ودخلت على الشاشة الرئيسية، عندك هنا بقى البر العلوي والأسطر والحالات ولون الأسماء في الإعدادات وخلفيات المتحركة 1 و2. عندك بقى هنا الإعدادات العامة، ولو ضغطت على الألوان كده، وبعد كده لو ضغطت على الخلفية دي تقدر إن انت تحط خلفية في الواجهة اللي هي الخلفية اللي هي البنفسجي اللي أنا كنت حاططها لك. تمام. بعد كده نخرج، وعندك كده طبعا الستايل والشكل. عندك كده طبعا ان انت تقدر تفعل شكل الايفون اللي هو الاي او اس نيو 2025. طبعا لو رجعت كده خطوه لورا ودخلت على شاشه المحادثه، عندك كده طبعا البر العلوي والستايل والصور وستايل المنصه وخيارات اكتر، رسالة مخفية، عنوان الرسالة المخفية، التأكد قبل إرسال الملصق. عندك كده طبعا إخفاء أيقونة الجانب المشرف، أيقونة مشرف المجموعة، إظهار المنشن في المجموعات، ردد القائم عند إشارة المنشن. وطبعا عندك هنا لون الخلفية ولون النص والإعدادات الباقية دي. طب كده يا صديقي لو رجعت خطوة لورا ودخلت مثلا على اللي هي الإشارات، طبعا النسخة بتستقبل إشعارات عادي. طبعا وعندك هنا طبعا النسخ الاحتياطي والتنظيف والويدجت والتحديثات وحول التطبيق والمشاركة. طب وكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية شرح الفيديو، نكون وصلنا لنهاية شرح النسخة. الباسورد بتاع النسخة اللي هو هيكون 5060، باسورد النسخة 5060. طب يا صديقي المفاجأة عبارة عن ايه؟ المفاجأة عبارة ان انا هختار 5 من الكومنتات يكونوا عاملين لايك وكومنت واشتراك ويبعتولي سكرينات في قناة التليجرام، وانا هديهم هدايا بمناسبة وصولنا ل5000 مشترك، وبمناسبة الرأس السنة الجديدة. وبس كده يا صديقي، اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.